السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة كليكوك. معكم مريم بركات. إليكم حلوى سريعة التحضير بأربع مكونات فقط. المكون الأساسي فيها هو جوز الهند بدون فرن أيضا. هذا هو شكلها. سوف نحتاج فيها إلى جوز الهند، يعني أخذ تقريبا 300 غرام من جوز الهند أو الكوكو. أقوم بتقسيمه إلى 3 أقسام. القسم الأول أضيف له نسلي كراميل، القسم الثاني حليب مكثف محلى أو نسلي العادي، والقسم الثالث أضيف له 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو المر، ومعه أيضا النسلي العادي أو الحليب المكثف المحلى. هنا لمن لم يعثر على الحليب مكثف محلى بمذاق الكراميل، يضع فقط العلبة العادية يعني في طنجرة الضغط 45 دقيقة، فتحصلون يعني على الحليب المكثف محلى بمذاق الكراميل، أو تحضروه يعني في المنزل. توجد أيضا وصفة في القناة عن نسلي كراميل. وهنا أخلط الكمية الأولى مع الحليب المكثف المحلى العادي، وهنا أضيف الكاكاو المر على حسب الرغبة، ملعقتين إلى 3 ملاعق كبيرة للقسم الثاني. وأجمع الخليط دائما بالحليب مكثف محلى، تستخدمون يعني على حسب الرغبة الكمية حتى تحصلوا على خليط منسجم يعني يتجمع. ليس هناك كمية محددة، تبقى على حسب نوعية الكوك أو جوز الهند المستخدم. أخلط جيدا. أخذ القسم الثالث أيضا، أضيف له الكراميل وأخلط جيدا بهذا الشكل إلى أن أحصل على الخليط يتشكل بكل سهولة. سهلة سريعة التحضير بدون فرن. أيضا هناك طلبات عديدة لهذا النوع من الحلويات السريعة التحضير بدون فرن. هذا هو الخليط، تلاحظون يتجمع بسهولة. وهذا خليط الشوكولاتة وأيضا الخليط العادي. وسوف أبدأ هكذا في وضع الطبقات. أستعين دائما بإطار، ووضعت صينية بها بلاستيك غذائي، وسوف أقوم ببسط الطبقة الأولى البيضاء. أوزع أول شيء الخليط، بعد ذلك أضغط بالملعقة بهذا الشكل حتى أحصل على طبقة مستوية. بعد ذلك أضع الطبقة الثانية أيضا بالكراميل، جوز هند بالكراميل لذيذ جدا، وأوزع نفس الشيء وأبسط بالملعقة. بعد ذلك سوف أضع أيضا الطبقة الثالثة. يمكنكم أن تستغنوا يعني عن الإطار، تبسطوها فقط يعني بالملعقة، لكن الإطار سوف يعطينا يعني طبقات متساوية أكثر. وهنا أضع الطبقة الأخيرة، أوزعها أيضا بهذا الشكل، وأضغط بالملعقة حتى أحصل على سطح مستوي. وسوف أدخلها للثلاجة يعني فقط يعني ساعة، نصف ساعة. تتماسك يعني بسرعة، يمكنكم البدء في تقطيعها يعني في حينه. النسل يتماسك بسرعة. أنا تركتها للغد وأزلت الإطار بهذا الشكل، وسوف أبدأ بعملية التقطيع. تلاحظون يعني الطبقات البيضاء، أيضا طبقة بالكراميل وبالشوكولاتة. هنا سوف أقوم بقلب القطعة، لأني عندما قمت بتقطيعها يعني بالشوكولاتة أو بالجوز هند الشوكولاتة السوداء ينزل قليلا إلى الطبقة الثانية فلا يعطي شكل جيد، فحاولت هكذا أن أقلبها إلى الجهة الأخرى، وأقوم بقطعها من الجهة البيضاء تكون هي العلوية. قطعوها على شكل معين مربع، فضلت شكل المربع. قطعوها على حسب الرغبة، قطع كبيرة صغيرة، تبقى هذه المسائل كلها اختيارية. وأستمر في تقطيعها وأقدمها بالهناء والشفاء. أتمنى أن تنال الوصفة إعجابكم. لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة وهو www.clickok.com. سوف تجدون وصفات أخرى، وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة، وعلى زر اشتراك لتتوصلوا دائما بجديد القناة. أشكر متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.